شركة رائد للهندسة الصناعية للماكينات التعبئة والتغليف تقدم لكم النهاردة ماكينة فاكيوم غرفتين موديل 603. ماكينة سهلة وبسيطة الاستخدام، بتشتغل على كهرباء البيت عادية 220. الماكينة اللي عندنا النهاردة تقدر تعمل لي عملية الفاكيوم لمنتجات كتير ومتنوعة. أهمها بيكون المواد الغذائية عشان نقدر نحفظها أطول فترة ممكنة أثناء التخزين أو أثناء التصدير للخارج اللي بيستمر لفترات طويلة. النهارده احنا شغالين على منتج فواكه متعبية داخل أكياس، هنبدأ نعمل لها عملية الفاكيوم عشان نحفظها أطول فترة ممكنة من غير ما تتلف أو تتأثر بعوامل الجو. هنبدأ نعمل شرح بسيط الأول على أجزاء المكنة اللي عندنا. المكنة زي ما قلنا بتتكون من غرفتين، كل غرفة مزودة بمسطرتين للحام. نقدر نرص على كل مسطرة منهم أكياس في نفس الوقت مع بعض على حسب حجم الكيس الخاص بينا. بعدين نيجي لوحة التحكم الخاصة بالمكنة، بتكون لوحة بسيطة جدا. عندي أول زرار في لوحة التحكم بيكون زرار قوة الشفط، بعدين زرار قوة اللحام. بتحكم فيهم من خلال الزرارين دول، زرار لزيادة الإعدادات وزرار بقلل منه الإعدادات. بعدين عندي زرار ستوب في حالات الطوارئ بيفصل لي المكنة بالكامل. دلوقتي كل اللي عليا إن أنا أبدأ عملية الفاكيوم عن طريق إن أنا بسحب الدراع ده وبنزله على الأكياس بتاعتي في الغرفة اللي أنا مجهزها. كده بدأت معايا عملية الفاكيوم. ممكن أثناء ما إحنا بنعمل عملية الفاكيوم في الغرفة الأولى نكون بنرص الأكياس ونجهزها على الغرفة التانية بتاعتنا عشان نسرع من الانتاج ونوفر في الوقت. زي ما شفنا كده العمليه خلصت، الدراع اترفع، العمليه ما بتاخدش اي وقت. نبدا نشوف الاكياس بتاعتنا. احنا شايفين قوه شفط عاليه، كيس مفرغ بالكامل من الهواء. ده شكل اللحام، طبعا شكل اللحام كويس، لحام عريض وقوي عشان يمنع اي تسريب للهواء. ده الكيس التاني. ماكينة فاكيوم غرفتين مقدمة لكم من شركة رائد للهندسة الصناعية للماكينات التعبئة والتغليف. كان معكم أدهم محمد.